خد بالك من الرسالة اللي ممكن توصلك في أي وقت. رسالة واحدة بس ممكن تخليك تخسر كل فلوسك. هات كوباية الشاي كده واقعد واسمعني للنهاية، مش هتندم والله. اسمع الفيديو للنهاية. أحمد شاب بسيط زينا كده بيدور على شغل عشان يحسن دخله. فجأة جاله مسج على التليجرام فبيقول له اشتغل من البيت واكسب يوميا من غير تعب. في الأول قال لي جرب، طلبوا منه يعمل مهام بسيطة كده وشوية خطوات بسيطة، وفعلا كسب 50 جنيه وبعدين 100 جنيه، وبعدها بساعتين كسب 500 جنيه. بدأ يصدق وقال ليه ما نجربش. قالوا له لو عايز تكسب أكتر لازم تحط مبلغ أكبر. حط 1000 جنيه وبعدين 3000 جنيه، وفجأة كل حاجة اختفت. الحساب اتقفل والناس دي اختفت، وأحمد خسر كل فلوسه وخسر زي 30-40 ألف جنيه. طمعوه في الأول وبعد كده خدوا منه الفلوس كلها. اسمع التفاصيل واسمع الحكاية وركز معايا للنهاية. النصابين بقوا أذكى بكتير، يدوك مكسب صغير في الأول عشان يطمعوك، وبعدها ياخدوا منك كل حاجة، كل حاجة بمعنى الكلمة. أي حد يبعت لك على التليجرام، على الواتساب، رقم غريب، أو على الفيسبوك حتى قال لك تشتغل من البيت، ما تشتغلش من البيت، تكسب فلوس من الهوا، ما تكسبش فلوس من الهوا، اوعى تتطرق للرسائل دي فعلا، لان نصابين تجي لك رساله مجهوله من على تليفون حد، على الواتساب، على التليجرام، بلك على طول واعمل بلوك. اسمع مني، في ناس موجود في الحوار ده.